أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائما يعني المنتخب واللعيبة والفريق القائم والوزارة والاتحاد يقومون بجهد لضمان التأهل. هذا أصبح شيء يعني لازم بالنسبة لنا كسعودية وكمنتخب سعودي. لكن أنا عارف مجموعتنا صعبة هالسنة في كأس العالم، فما حد متوقع مننا حتى نتعادل أو نفوز. فاللي بيقوله لكم فقط خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا في البطولة. مجموعة صعبة فيها من أقوى فرق العالم، ما هو متوقع فوز أو تعادل. اللي نبغاه منكم أنكم تلعبون لعبكم المريح اللي يؤدي، وإن شاء الله القادم أفضل. فأنا ما أبغى أي أحد يكون تحت ضغط نفسي يمكن يأثر حتى على أدائكم الطبيعي. أمير عبد العزيز. الله يطول عمرك. طال عمرك، انتم الاساس في الدعم كله. طال عمرك، واتوقع الشباب بيض الوجه في التصفيات وكانوا قد المسؤوليه، وان شاء الله بيكملون هالمسيره في تمثيل المنتخب في كاس العالم ان شاء الله. وهم وعدوني الله يحييك انهم بيقدمون اقصى جهدهم انهم يقدمون شيء يليق بالمملكه. أنا يهمني يستمتعون في هالثلاث مباريات، وهذه فرصتهم الله. بإذن الله إن شاء الله موفقين إن شاء الله، ودعواتنا معكم ونتابع كل شيء إن شاء الله أول بأول.